من سلسلة أيهم أفضل هنتكلم النهاردة عن مقارنة جدلية بين اتنين من أشهر السيارات في السوق المصري وهما شاهين وفيات 131، وعايزك بقى تركز عشان هتتفاجئ. زي ما ذكرت في فيديو الشاهين والدوجن ان ناس كتير فاكره ان الشاهين من اصدار شركه فيات، لكن الحقيقه ان الشاهين كانت باصدار مشترك ما بين شركه فيات وشركه توفاش التركيه. وانا النهارده هكلمك في المقارنه دي عن الشاهين مش الدوجن مع صاحبه الاعتماديه فيات 131. اول حاجه الاقتصاديه، فبالنسبه لاستهلاك البنزين لفيات 131 او الشاهين متقارب جدا ومتساوي في اغلب الموديلات بمتوسط استهلاك من 8 الى 11 لتر لكل 100 كيلو، لكن للعلم في موديلات لل 31 استهلاكها في الغالب اقل من الشاهين بشكل اكبر. اما بالنسبه للصيانه فكلفه الصيانه قليله بالنسبه للاثنين في كل الموديلات ومناسبه جدا، فالتقييم هيبقى متقارب، الشاهين 7 وال 31 8 من 10. تاني مقارنة في الحجم، حجم الشاهين بيتميز بشكل كبير عن ال 31 وبيميل اكتر للراحة والعالية، وده اللي بيظهر سواء في المساحة الداخلية او مساحة الشنطة الخلفية. فبشكل عام الشاهين بتتميز عن ال 31 بتقييم 8 من 10 وال 31 7 من 10. تصميم الشاهين او ال 31 تقليدي جدا زي باقي عربيات فيات من نفس الفئه، وبيميل اكتر للعمليه وبيفتقدوا للشكل العصري الحديث، وفي ناس كتير بيستبعدوهم بسبب الشكل. فبسبب التقارب في التصميم الاتنين هيتساووا 5 من 10. المتانة ونظام التعليق، فبالنسبة للمتانة الاتنين بيتميزوا بقوة الصاج ومتانته. اما بالنسبة لنظام التعليق اللي هو العفشة، فانا عن نفسي بعتبر الاتنين فيهم مشكلة في العفشة وهي النشوفية، ونتيجة النشوفية دي بتظهر في الراحة للركاب او اللي بيسوق، ده غير انها بتؤدي العطل مع التاني في العفشة واصوات طول ما انت ماشي. عشان كده لازم من وقت للتاني تشيك على العفشة عشان تتجنب الاعطال المتكررة زي الكبالن او المساعدين وغيرهم، وتستحمل معاك زي ما معروف عن الشاهين او الفيات. وللعلم موديلات الفيات 31 بتتميز عن اغلب موديلات الشاهين في اعتمادية العفشة، والعكس في موديلات الشاهين خاصة التصنيع التركي مش المصري، واللي بتتميز عن اغلب موديلات ال 31. عشان كده التقييم هيتساوى 5 من 10. الاعتمادية، في نقطة الاعتمادية بتتميز ال 31 عن الشاهين بشكل كبير، خاصة الشاهين تصنيع مصري اللي هي نصر، والاعتمادية دي هتفضل مستمرة مع صيانتك الدورية من وقت للتاني، ودليل ان الاتنين بيستخدموا كعربيات اجرة وبيستحملوا بشكل كبير. لكن هرجع اقولك ده في حالة اهتمامك بالصيانة الدورية، لكن بشكل عام السبب في اعتمادية ال 31 عن الشاهين هو عدم اعتماد ال 31 على نظام الكهرباء بشكل كبير، على العكس من الشاهين اللي ممكن لو في عطل في الكهرباء يؤدي الى اعطال تانية. ومش بقولك ان الشاهين اعطالها كتير بشكل يخليك ما تشتريهاش، لكن لازم لو في عطل ولو بسيط تتعامل معاه عشان ما يحصلش مشاكل اكبر. فالتقييم هيجي في صالح ال 31 7 من 10 والشاهين 6 من 10. التسارع من 0 ل 100 والسرعة القصوى، بالنسبة للتسارع من 0 ل 100 فالاتنين قريبين من بعض جدا مع تفوق نسبي لل 31 على الشاهين بمتوسط تسارع من 0 ل 100 في 12 أو 13 ثانية، أما الشاهين في متوسط من 12 ل 14 ثانية تقريبا، والحقيقة ده بيمثل عيب في الاتنين واللي هو البطء في الطلعة. أما بالنسبة للسرعة القصوى فبرضه بتتفوق ال 31 بسرعة قصوى بتوصل ل 160 أو 170 كيلو في الساعة. أما السرعة القصوى في الشاهين وده بناء على أغلب الموديلات بتكون بمتوسط من 140 ل 160 كيلو في الساعة، والأرقام دي تقريبية وعلى حسب الموديل والوزن وعوامل تانية، لكن تفوق ال 31 في أغلب الموديلات تقريبا بيجي نتيجة لوزنها وحجمها الأقل من الشاهين. والتقييم هنا ال 31 7 والشاهين 6 من 10. تجربة القيادة، زي ما قلت لك نتيجة لمعدل التسارع من 0 ل 100 فالاتنين سحبهم بطيء نسبيا. اما بالنسبة للاتزان فالاتنين بيعيبهم مشكلة الاتزان مع السرعات العالية، وانا من هنا بقول لك بلاش تماما تحاول تعدي ال 100 بواحدة من الاتنين. وعدم الاتزان ده نتيجة لعدم التناسق ما بين الوزن والابعاد، والاتنين عاليين شوية عن الارض وده سبب رئيسي لعدم الاتزان. اما بقى بالنسبة للطرق العادية وداخل المدينة او المكان اللي انت فيه فهتحس بشكل كبير بالنار والمطبات وده بسبب متانة العفشة، لكن ال 31
الشاهين بتتميز نسبيا في بعض الموديلات، وموديلات تانية من الشاهين ممكن تتميز برضو عن ال 31. عشان كده التقييم هيبقى متساوي 4 من 10. التجهيزات ووسائل الامان. هنا بتتميز الشاهين في اخر اصداراتها عن ال 31 ببعض التجهيزات زي سنتر لوك وازاز كهرباء امامي وتكييف وساوند سيستم، لكن في ملحوظه بسيطه بالنسبه للتجهيزات. التجهيزات دي مش في كل موديلات شاهين، وحتى لو موجوده فللاسف مش اعتماديه، وده اللي بيظهر مع التكييف مثلا واللي يعتبر ضعيف جدا ومش اعتمادي. اما بقى وسائل الامان فالاتنين بيفتقدوا لوسائل الامان، لكن يحسب لهم متانه وقوه الصاج. قطع الغيار والصيانه. قطع الغيار بتمثل ميزه كبيره للاثنين والاغلب عربيات فيات، وده لانها متوفره بشكل كبير جدا، ده غير ان الاثنين بيقبلوا قطع غيار بديله وسعرهم رخيص، وده اللي بيظهر بالمقارنه بعربيات تانية من نفس الفئه. اما بالنسبه للصيانه فالاثنين برضو بيتميزوا بسهوله الصيانه في اغلب الاعطال، وده لانهم بيتكونوا من قطع ميكانيكيه سهله ومش معقده، فبالتساوي الاثنين 9 من 10. السعر بديهيا كده ال 31 اقل، وممكن يبقى بفرق كبير عن الشاهين، وده برغم التقارب الكبير في الامكانيات. عشان كده ال 31 8 والشاهين 6 من 10. إعادة البيع. الاتنين إعادة بيعهم كويسة جدا، لكن الشاهين ممكن تتميز شوية بسبب انتشارها وشعبيتها الأكبر من ال 31، لكن ده مش معناه إن إعادة بيع ال 31 سيئة، بالعكس كويسة جدا، لكن الشاهين أفضل. فالشاهين هتتميز عن ال 31 ب 8 من 10 وال 31 7. طيب الخلاصة كده، تجيب شاهين ولا فيات 31؟ من النقط اللي ذكرناها واضح تفوق كبير لل 31، وناس كتير ممكن تستغرب، لكن دي الحقيقة. ال 31 أفضل بكتير جدا من الشاهين، خاصة لو قارنت أسعارهم ببعض، ده غير إن الشاهين مفيش مميزات واضحة عن ال 31 غير في الحجم والتجهيزات الغير اعتمادية زي التكييف اللي ما بيشتغلش. وركز هنا أنا بكلمك عن الشاهين مش الدوجن، عشان محدش يقولي إن في تجهيزات باور وكراسي جلد ومش عارف إيه. الدوجن حاجة والشاهين حاجة. فمن الآخر كده لو بتفكر في عربية ما بين الاتنين يبقى طبعا اعتمد ال 31 واستبعد تماما الشاهين من حساباتك، وصدقني هتبقى الكسبان. ده كان فيديو ايهم افضل. سلام يا وحش.